السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مو متعودة أخرج لايف الصباح أعتذر. ولكن أريد أن يصل هذا اللايف إلى أقصى الدنيا. ستعرفون لماذا. حقيقة أريده أن يصل. أنا ما قمت على التيك توك ولا على الانستغرام، ولكن على صفحتي لكي يبقى عندكم فيما بعد هذا اللايف. عيوني كأني أبث من البيت. وعليكم السلام، حياكم الله وبياكم جميعا. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا أحبابي الأعزاء، يا أهلا وسهلا. اشتقت لكم جميعا، كل أحبابي ومتابعي من كل أنحاء العالم، سنة شيعة إباضيين مسلمين مسيحيين، أيا كان ما كنتم. يا أهلا ومرحبا بكم جميعا. لعلكم يا هلا يا هلا يا هلا بكم جميعا. لعلكم تتفاجئون يعني لماذا أنا اليوم هكذا الساعة 11 إلا ربع. مو متعود يعني، برغم ابني مريض عند الوالدة. الله يستر. اي والله كرار. لا حقيقة أريد أن يصل هذا اللايف، يعني حتى الإخوة ما شاء الله عليهم الذين يقطعون المقاطع من صفحتي وينزلون المقاطع. هذا اللايف مهم جدا جدا. أول شيء لم أتعود أن أرد على من يتكلمون عني، لأنه أهم شيء بالنسبة لي هي رسالتي التي أقدمها، هذه الأخوة والمحبة التي تعودت أن أقدمها دائما. ولكن اليوم سأرد. لعلكم تعرفون أنا نائمة ولست هنا، وأسعى في مشاغلي وأموري وبيتي وأولادي وعيادتي، ويعني سبحان الله يعلم الله يعني وهكذا. والمواقع التواصل الاجتماعي تشتعل وأنا لا أعرف. وفقكم الله جميعا. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. لا تشوقينا أكثر. إيه تمام. لا خلي يطلع العدد شوي. يلا طلعوا لي العدد أقصى ما يمكن. حقيقة الذي سأتكلم فيه اليوم أبدا لن تسمعوه في حياتكم مني، لأني لست ممن تعود أن يدخل في حوارات من هذا النوع، ولكن اليوم يجب أن أرد، لأنه حقيقة مصيبة أن نأخذ حقائق من شخص كاذب. وأنا سأبين اليوم أن الأخ وليد إسماعيل كاذب بأتم معنى الكلمة، لأنه أنتم تعلمون أنه نزل علي فيديو أو فيديوين، لا أعرف أنا أصلا لازم أدخل إلى الفيديوهات، ولكن الصباح وجدت الواتساب مشتعل، وجدت الصفحة مشتعلة، رسائل من أحبابي، رسائل هم فقط يرسلون لي رد الأخ ذو الفقار المغربي على الأخ لا أعرف، أنا أحترمه وأقول أخ فقط ليس لأنه يحترم، ولكن لأنه أنا تربيتي واحترامي لأبي وأمي اللذان رباني لهذا. فاليوم سأتكلم وأرد على رسائله التي قال أنه رسلني وقال لي حرفيا على هذه الجملة. على فكرة أشكر وأسلم وأرجو منه حقيقة أن يتواصل معي على الخاص، الأخ ذو الفقار المغربي، لعله أعطيه تفاصيل من المحاورات بيني وبين محاورات من الحديث بيني وبين وليد إسماعيل. ولكن سأرد فقط على آخر دخل الاتصال. أنا في البيت يعني حتى كل آليات استعمال الفيديوهات في المكتب. لا مهم حارق. السلام عليكم، صباح النور. مهم، يجب أن أرد. ما في الرد ليس للشيعة ولا حقيقة أنا أشكر الأخ ذو الفقار المغربي، ولكن الرد على إخوتي السنة الذين يسمعون إلى هذا الرجل. كيف نأخذ من إنسان كاذب؟ أخبروني. لما يكون الإنسان كاذب كيف تسمع له؟ أنا أوجه رسالتي إلى كل إخوتي الذين هم سنة ويسمعون لوليد إسماعيل: كيف تسمعون وتأخذون من إنسان كاذب بأتم معنى الكلمة؟ أنا لا أقول هذا الوصف لأنني هكذا أتهمه، ولكن حقيقة قال كلام لم يدر بيني وبينه،
ولم يكن بيني وبينه كلام، وهو اتصل بي هاتفيا وكانت أمي جنبي وتكلم مع أمي، مع والدتي في السيارة، تكلم معها وتحدث معها، وكان مؤدب ومحترم، وكان يعني حتى أنه يقبل يدي لكي أنا أقبل وأكون معه في حوار وكذا وكذا. ولكن أنا سأرد كل هذا لن أتكلم فيه. أنا حقيقة أوجه رسالة إلى الأخ ذو الفقار المغربي، إذا أردت إن شاء الله تواصل معي على الخاص، حتى إذا أردت أدخل معك لايف ونتكلم في هذا الموضوع أنا ما عندي أي إشكال. ولكن سأرد على آخر مقطع. لو رأيتم الفيديو الذي نزله الأخ ذو الفقار يدافع فيه علي من كلام وليد إسماعيل، حقيقة يعني حتى لما سمعت ردات الأخ أنا كنت أبتسم، أقول حقيقة يعني أنا أتوجه إلى العقول الراقية منا، يعني من السنة، يعني كيف يسمع هذا الأخ، كيف يعني حقيقة عجيب. يعني أنا أول تواصل معه تكلمت عن الأدب، حدثته عن الأدب وقلت له إن لم أحاورك وأجلس معك لأنك غير مؤدب. وعندي كل التواصلات كلها هنا كلها، وكيف تكلمت معه وماذا قلت له، وبالحرف قلت له أن الذي يدافع على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويدافع على صحابته الكرام يجب أن يكون بأدب من أدب الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا لا أستطيع قلت له أن أحاورك إلا إذا تأدبت. وقال لي أبشري. طيب التفاصيل لن أعطيها لكم الآن، لحظة واحدة. حرفيا قال لي أبشري هكذا، وحاول فيما بعد في تواصلات أخرى في مواضيع، يعني هناك أشياء تكلمنا فيها ويقول لي ربي يحفظك مع ابتسامات. تفضل رأيتم. أريد أن يصعد اللايف، أنتظر، لن أتكلم إلا إذا صعد اللايف جدا. صعد اللايف أقصى ما يمكن. أنا فقط سأرد على كلامه لما قال والله الذي رفع، لما قال فأنا لما قلت لها أنت كذا وأنت شيعية وأنت ما بعرف شو، قال في الآخر فأنا قلت لها اسمحي لي أن أقول لك شيء، وأنا قلت له نعم. وقال إذا ماذا قال هو؟ والله الذي رفع السماء بغير عمد، كل ما بسمع صوتك بحس أني أنا عايز أستفرغ، فبلاش تطلعي ببرنامج تاني لأن طريقتك في الإلقاء أساسا يعني كرهتينا في اللغة العربية، فلو سمحتي ما تطلعيش. قامت عاملة بلوك. ده الكلام بالمصري بقى، ده الكلام اللي قاله وليد إسماعيل. هذا هو الكلام الذي قاله وليد إسماعيل عن سبب لماذا أنا عملت عليه بلوك. وصحيح أنا عملت عليه بلوك مؤخرا من مدة قصيرة جدا، في البداية لم أعمل عليه بلوك أبدا، يعني ما عندي إشكال، أنا أحترم كل إنسان ولو كان لا أدري كيف هو، لأنه إنسان وفيه نفخة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن البداية كنت أحترمه وأقول له أنت ما تفعله جيد، أنت تقدم يعني تدافع على الحبيب محمد، تدافع على أمهات المؤمنين، تدافع على الصحابة الكرام، يعني جيد ما تقدمه. ولكن قلت له أنت ليس عندك أدب في الحوار، وأدبك قلة أدبك في الحوار وطريقة تواصلك وطريقة كلامك. قلت له الذي تكون حجته دامغة لا يحتاج أن يصرخ ولا يحتاج أن يشتم، فهدوءه هو الذي يبين حجته بهذه الطريقة. كل التفاصيل عندي لكي تعلموا، يعني بالتفصيل. تواصل أول شيء مع فريق عملي في الصفحة، يقول على فكرة أنا عندي تليفونها والله العظيم هو ما يستاهل أرد عليه بصراحة يعني، ولكن أنا أرد للعقول الواعية التي تتابعه. أنا سأتكلم للعقول الواعية التي تتابعه من أحبة السنة. لن أتكلم لوليد إسماعيل لأنه ما يحتاج أني أرد عليه بصراحة، يعني الأخ ذو الفقار كفى ووفى الله يحفظ. ولكن أنا سأرد على إخوتي الذين هم من مذهبي السنة الذين يتابعونه على أساس أنه إنسان صادق وشيخ. أنا جلست مع مشايخ من الأزهر مني لهم، سألت عن هذا الشخص وعرفت من هو حقيقة.
لما نكون ننادي للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونكون ننادي لصحابته الكرام، ونكون ننادي لأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم جميعا، أين أدبه في خلقنا؟ أين خلقه في أدبنا؟ كيف نكون ننادي ولساننا بذلك تلك الوساخة؟ كيف؟ أنا لم أتأدب على هذا، حتى لما سأقرأ لكم أدبي ليس لكي أرد على بهذه الطريقة. أنا إن قلت هذا الكلام الآن لكي يعلم الذي يتابع من الناحية أو من وراء الشاشة أن قبل أن ندافع على كتابات في الكتب، لأنه سألت نفسي، تعرفون، جلست طويلا وأقول طيب ما سبب هذه الحروب بين من هنا ومن هنا؟ ما هي الأسباب؟ هذا يشتم هذا فيبحث في كتبه، والآخر يشتم هذا فيبحث في كتبه، والمصائب تخرج. واليوم شبابنا المسلم ينظر من هنا، هناك أشياء غير طبيعية في الكتب، ومن هنا أشياء غير طبيعية في الكتب، فينظر هنا هذا لا يقبل وهذا لا يقبل. ونحن جالسون، أنا أوجه كلامي لعلمائنا، علمائنا السنة كلهم، أن بينوا لنا ما هي هذه الأمور التي تظهر في الكتب. بينوا الحقيقة. إن كان هناك حديث مثلا في صحيح البخاري، أو إن كان، أنا سأتكلم في حقي أنا، لن أتكلم عن الشيعة فهم هم يعني يعلمون ما في كتبهم. أنا سأتكلم عن كتبنا نحن. اليوم سأقولها، حتى لو خاف من يخاف أن يقولها، سأقولها للجميع، وأقولها لعلمائنا في الزيتونة، وأقولها لعلمائنا في جامعة الأصول، وفي جامعة القيروان وللأزهر. اليوم هناك أشياء تخرج من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم تصدمنا، تهز كياننا كسنة. فنحن اليوم نحتاج أن يقع تبيين لهذه الأمور. لما يكون في حديث يقرأ هناك حديث وبالدعائم وكذا وكذا، أنا أقف وأقول يا ربي لو كنت أنا دارسة شريعة وأصول الدين على المذاهب الأربعة في المعهد الأعلى للعلوم الإنسانية، واسألوا عني في المعهد إذا أردتم، وعن شهاداتي، وعندي إجازة في الحديث اليوم أنا لما أقول نحتاج أن يصفى الأمر، نسكت، وكيان شبابنا يهز من الداخل. نحتاج أن يبان الأمر، نحتاج أن يظهر الأمر، أن نفهم حقيقة. مو نفهم من ناس تأتي حتى الخلق ما عندها، مو نفهم من ناس تأتي هي تكذب، حرفيا تكذب. رأيتم هذا الكلام الذي قلته؟ فيقول هذا هو التواصل الذي بيني وبينه، ويقول إنه قال لي إنه يريد أن يستفرغ، هو الكلام يريد أن يستفرغ في لأنه كذا. أنا سأقرأ لكم أقرأ لكم بداية الكلام بيني وبينه، وأقرأ لكم آخر الكلام، وما عندي إشكال. الذي في الوسط سأرى كيف أمثله. طيب لحظة واحدة، خليكم معي، أريد أن يصعد اللايف. تقاسموا اللايف. طيب بعد ما تواصل مع فريق العمل قال لي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حال حضرتك؟ ممكن أكلم حضرتك؟ قلت له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة لما تواصل معي أنا ما أعرفه، يعني تواصل معي في تاريخ 27 مارس 2023. رأيتم؟ 27 مارس 2023. قلت له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل كتابة أخي، ما المطلوب؟ قال لي نعم كتابة. حضرتك أنا مهتم بالأمر الشيعي، وحضرتك تستضيفي غير متخصصين للرد على أحمد سلمان، وأنا عندي استعداد لمناظرته في برنامج، ولن أحمل القناة فلس واحد من سفر وإقامة ومعيشة، ولتكن مناظرة رمضانية، هو يختار موضوع وأنا أختار موضوع، وتكون المناظرة ممتدة أو حسب ما تحبي حضرتك. قلت وعليكم السلام أخي الكريم، يسعدني تواصلك، شكرا على الثقة للتواصل، لكن أعتذر جدا أنا لا أعرف حضرتك، ممكن تقدم لي نفسك لو ما في إحراج؟ كتب لي وليد إسماعيل من مصر، لي حلقات كثيرة في الرد على الشيعة، معروف في الوسط الشيعي السني والشيعي والحمد لله، حضرتك ممكن تبحثي عني على السوشيال ميديا. رأيتم هنا، ما عندي إشكال أن ينزل هذا الموضوع يعني.
قلت له: يا أهلا وسهلا بأهل مصر، لنا فيكم أحباب كثر، الحقيقة ما أظن يكون عندي وقت أبحث عن حضرتك في السوشيال ميديا، لكن أهلا وسهلا بك، كيف أخدمك أخي الكريم وليد؟ قال لي: لو حضرتك تعرضي على المعمم أحمد سلمان مناظرة بيني وبينه وتكون في برنامج حضرتك وبإشرافك، وكما قلت كل شيء من سفر. لما أقوم بلايف مباشرة تبدأ الاتصالات، ما تتصلوا بي، ما تتصلوا بي، خليني أكمل. أوكي طيب. يقول لي: لو حضرتك تعرضي على، أعتذر أرجع شوي وراء، أرجع قليلا إلى اللهجة المصرية، لا أريد أن أتكلم مصري، سأتكلم باللغة العربية الخالصة، ولا حتى باللهجة اللبنانية أو اللهجة العراقية، لكي وإذا خرجت عنها إلى المصري، فتعرفون أحب اللهجة المصرية جدا، كل الحب لكل أحبابي ومتابعي في مصر. طيب، وكما قلت كل شيء من سفر وإقامة ومعيشة على حسابي، يعني لن أكلف القناة شيء بإذن الله. قلت له: طيب عندي بعض الأسئلة أخي الكريم، ممكن؟ قال لي: ممكن طبعا. لما قال لي هو وكما قلت لك يعني كل شيء من سفر وإقامة ومعيشة على حسابي، رديت عليه قلت له: لو الموضوع يستاهل نشيلك على روسنا أخي وأهلا فيك. فسألته سؤال، قلت له: هل شاهدت البرنامج؟ قال لي: ربي يحفظك. قال لي: نعم شاهدت أجزاء. قلت له: ويحفظك يا رب. طيب ماذا فهمت منه؟ قال لي: فهمت أن عفوا الاتصال بيزيد يعني. قال لي: فهمت أن الضيوف السنة ليسوا مختصين، ويسهل ضرب السنة من خلالهم لأنهم ضعفاء بصراحة. قلت له: فقط، ووضعت له ابتسامة هنا، رأيتم هنا. قلت له: هل فهمت محتوى البرنامج؟ قال لي: طبعا، ولكن عندي بعض الملاحظات. وأرسل لي أنه في رواق الطائرة، يعني مسافر. قال لي: أنا داخل الطائرة الآن، ما هي؟ قلت له: طيب ما هي فكرة البرنامج أخي وليد؟ قال لي: بعد قليل أكلمك. فلما الصورة هذه قال في الطائرة، قلت له: سفر طيب مبارك إن شاء الله. قال لي: عيشك. على فكرة كلمة عيشك تونسية كانت هذه، يعني من اللطافة بيني وبينه في الكلام. قلت له: الله يرجعك سالم غانم إن شاء الله. قال لي: أمين. قلت له: نتواصل وربنا يحفظك. قال لي: ما فهمته حضرتك تريد الوئام بين الاثنين، وعلى فكرة حضرتك أخطأتي في بعض المقاطع أو الإعداد عندك عندما أتوا إليك بموضوع الصوم. قلت له: هو أول شيء برنامج وليس مناظرة. قال لي: لأنه مبتور كما رأيت. أنا قلت له: وهو بالفعل عن الصوم التطوعي. نعم رأيت ذلك. فالمقطع الذي، لو تذكرون المقطع الذي نزلناه وأنا أقول له أنه تقولون إذا عرض عليك الأكل والشرب للشيخ أحمد سلمان فأنتم تقولون نعم، يعني تبترون، تقطعون الصوم وتأكلون. فهنا هو بذات نفسه يقول لي: صحيح، المقطع الذي نزلتيه هو مقطع مبتور، يعني يدعم أنه الشيعة لا يبترون الصوم أو لا يقطعون صومهم في هذا الإطار. فأنا قلت له طيب. قال لي: طيب رأيتي؟ قلت له: لماذا تريد أن تجعله مناظرة أخي وليد؟ لعلي أفهمك قليلا إذا شرحت لي. قال لي: ما في مشكل، نجعله حوار وضيافة. قلت: أنا ما عندي رأي في الموضوع، أسمع من الاثنين لو لاحظت مني. قال لي: تمام، وهذا جيد، لكن الطرف السني لا يعلم عن الشيعة شيء ولا دارس كتبهم ويسهل دحضه، وأحمد سلمان متمرس، فمن الظلم للسنة أن نأتي له بغير متخصص. قلت له: أليس جيد برأيك أن نسمع ونفهم من كلا الطرفين دون أذى؟ أنا كلما ذكر سنة وشيعة أرى خلاف وصراخ وشجار وتكذيب وتصديق. ألم يحن الأوان لنقبل بعضنا؟ فيرد على ما قلت من قبل، يقول لي: جيد، وهذا هو المطلوب، ولكن لا بد من تساوي على الأقل في الطرفين. أنا معك
لما قلت له صراخ وشجار وتكذيب وتصديق: ألم يحن الأوان لنقبل بعضنا؟ فقال لي: أنا معك. الذي ترينه في وجهك شيء والذي يحدث شيء ثاني. قلت له: طيب بصراحة، ما الذي يجعلك تدفع من جيبك يعني لكي تلتقي بالشيخ وتناظره؟ فهو لما قال لي: الذي ترينه في وجهك شيء والذي يحدث شيء ثاني، قلت له: أنا كيف؟ قال: لأني أرى أنه يدخل تونس نفس خبيثة لن ترونه الآن. طيب، هو الكلام رد على رد، يعني لما أقرأ لكم الكلام هكذا فسيكون من الصعب أنه أوصل لكم المعلومة تماما، لأنه أحيانا أخذ من كلامه وأرد عليه مباشرة. قلت له في الأول: ما الذي يجعلك تدفع من جيبك، يعني أي تتحمل كل المصاريف لتكون هنا وتقوم باللقاء؟ قال لي: أختنا الفاضلة، التشيع ليس كما تسمعي. قلت له: أود أن أقتنع، أنا عقلانية وممحصة ويجب أن أقتنع، ولكن التشيع له أهداف باطنية. قلت له: اشرح لي لو ما فيه ضيق عليك. قال لي: التشيع قائم على هدم الدين من الداخل، وهو هدم ثوابت الأمة من الصحابة وأمهات المؤمنين، وأنت تعلمي أن الطعن في الناقل طعن في المنقول. هل تحبي أرسل لك تسجيل صوتي بلسان أحمد سلمان وقوله بالتحريف القرآن؟ قلت له: جيد، أكيد أريد ذلك. قال لي: الآن سوف أبعث لك كيف لسانه معي أنا بالذات لما أحد أتباعه طلب منه يناظرني. ثواني. قلت له: هل أسهل لك أن ترسل لي على الواتساب؟ قال لي: نعم، وأرسل لي هو الواتساب الخاص فيه. أعطيته رقمي المعروف عندكم، يعني الذي في الصفحة، ليس عنده رقم خاص يعني أنا جاءه، لا، أنا الكثير من المتابعين موجود رقمي على الصفحة، رقم تتواصلوا معي كثيرا معظم الوقت عند فريق العمل. فقال لي: سأرسل لك الآن، لكن هو قال لي: تريدين أن أرسل لك ماذا؟ أن أرسل لك موضوع كيف شيخ أحمد سلمان يعني يقول بتحريف القرآن، ولكن فيما بعد قال لي: سوف أبعث لك كيف لسانه معي أنا بالذات لما أحد أتباعه طلب منه يناظرني. يعني هل أنت مشكلتك الحقيقية أنك تدافع عن الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، أو أنت تدافع عن حقيقة الشخص الذاتي فيما يخص موضوع الشيخ أحمد سلمان؟ طيب، فأنا كتبت له: أنا في العيادة عندي مرضى، أول ما أخلص أرجع أتواصل معك إن شاء الله، كل الاحترام والأخوة لك أخواني. قال لي: حاضر، وأنا سأنقطع لأن الطائرة ستقلع، في أمان الله. قلت له: حفظك الله. طيب، هذا كان بتاريخ انتظروا قلت لكم تاريخ 27 مارس، تمام؟ لم أتواصل معه إلى حد تاريخ لا، اليوم الموالي أرسل لي، قال لي: كيف حال حضرتك؟ قلت له: متعبة قليلا أخي، وكيف حضرتك؟ قال: الله يعينك، لا ترهقي نفسك، الحمد لله. انظروها هنا: لا ترهقي نفسك. وضعت له قلب، الحمد لله. قلت له: ربي يحفظك ويعلي مقدارك، تمام؟ وحفظك الله. حضرتك متى تفضي؟ قلت له: مساء النور. هذا يوم 30 مارس، بعد يومين يعني من الكلام، لأن هو من بداية الكلام من بداية أنتم تعلمون أني مشغولة، لهذا حتى اللايفات لا أقدمها دائما، وأصدقائي الذين هم قريبين مني كلهم يعلمون، وهناك من يزعل مني دائما بانشغال، يعني سبحان الله، طبيعي، ماذا أفعل؟ فأحاول دائما أن أقرب الأوقات وأن. طيب، قلت له: مساء النور، طول اليوم كنت في تصوير مع الخلية الفتية، حتى الإفطار أكلت واقف، وهذا صحيح يعني، الله المستعان. الآن فقط دخلت إلى البيت، لم يتسنى لي الوقت حتى أن أشاهد المقطع الذي أرسلته لي على الواتساب. في الحقيقة هو أرسل لي مقطع على الواتساب. طيب، لازم أن أخرج من هنا وأذهب إلى الواتساب، انتظروني دقيقة. على فكرة أنا عاملة عليه بلوك في الواتساب، ولكنه ليس بلوك في الصفحة، هو مفتوح في الصفحة. طيب، هنا الواتساب، رأيتم بعث لي مقطع هنا
أسمعكم المقطع مكتوب عليه هروب. الفيديو ممحو، رأيتم؟ سيت فيديو اي بريفي، هذا الفيديو لا يمكن أن يفتح. المهم مو مشكلة، هذا كان فيديو كان موجود فيه الشيخ أحمد سلمان على ما أتذكر في مجلس هكذا كبير، وأخ في الخلف أخذ وسأل سؤال، وأظن الشيخ أحمد سلمان قال لماذا تقبحون مجالسنا بذكر شيء، وقال كلمة يعني سيئة. لحظة واحدة ارجع إلى الواتساب. تحملوني ها. أرجع هنا. لحظة واحدة، لأنه نزلت كثيرا أعتذر منكم، ولكن الحقيقة الموضوع مهم، لأنه أنا لا أعرف كيف إنسان يكون ينادي للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويدافع عن صحابته الكرام ويدافع عن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، ولكن ماذا يفعل يكون كاذب. أنا لا أعرف يعني. طيب أن تكذب، أنت حر بينك وبين ربك، ولكن أن تكذب علي وتقول أنك قلت لي أنا تريد أن تستفرغ وأن لغتي العربية، أصلا ما دار هذا الكلام بيني وبينه أصلا. طيب خليني أرجع معكم هكذا للحوار. على كل أنا ما أقوله لك الشيء الوحيد، هداك الله فقط. هداك الله ليس لما تفعله وأنت حر، افعل ما شئت، ولكن هداك الله لكذبك علي. وعلى فكرة أنا أسامحك يعني ما في إشكال، ولكن أريد أن أبين هذا ليس لك، ليس ردا عليك. بصراحة أنا على الكلام الذي سمعته لا تستحق أن يرد عليك، ولكن أنا أريد أن أبين للإخوة السنة، إخوتي الذين يتابعون هذا الشخص ويقولون كذا وكذا، وتعرفون الكثير دخلوا على صفحتي، والذي قال لي أنا كذا وأريد أن أتمتع بك وأنت تريدين، أنا أريدك بكذا وأعطيك مهر ما بعرف كذا وأعطيك كذا وكذا. أنا أحترم نفسي قبل أن أحترم أي شخص آخر، هذه، وأحترم ربي وأحترم حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي منه تعلمت وتربيت فبالآخر أسحب الكلام، أتكلم معه، ماذا أجد أنه أنا يقول لي أنا سني، أقول له أنت سني وعلى مذهب وتريد أن تكون في الحرام مع امرأة. فهناك شخص قال لي أنت قلبت كياني بهذا الكلام، حرفيا سأقرأ لكم الكلام يعني. لما الإنسان يكون واضح ويكون عنده وجه واحد أمام الله وأمام نفسه وأمام أهله وأمام الآخرين، افعل ما شئت يعني، ابعثوا أرسلوا. وفي الآخر يعني لما نتقدم في الكلام، ماذا يقولون لي؟ آخر كلام ما هو؟ أنت لماذا لا تقومين بحوار مع أحمد سلمى؟ فأنتم أولاد هذه المنظومة إذن. طيب خلوني انتظر. على فكرة والله أشعر أني أضيع وقتي، ولكن مهم أن أرد. طيب هنا بعد ما قال لي أنت متى تفضي، قلت له أنا عندي تصوير مع الخلية الفتية وكذا. أنتم تعرفون، مررت لكم موضوع الخلية الفتية كان في إطار مكافحة المخدرات في مدينتي هنا. قال لي لا عليك، ربي يحفظك ويسر أمرك. حطيت له 3 قلوب على 3 كلمات، شفتوها هنا ها. يوم 3 أفريل، من 30 مارس يوم 3 أفريل، هذا يرد علي، يتصل دائما. فماذا قلت هنا؟ قلت صباح النور والسرور ومحبة سيدنا الرسول على حضرتك، ازيك يا أستاذ ولي. طيب بما أنه يقول أنه عربيتي أفهم يعني، بما أنه يقول أنه عربية، أعتذرها والله قاعدة أقطع الصوت يعني، لأنه هناك اتصال يدخل باستمرار. فتكلمت معه مصري لكن سأترجم لكم بالعربي. فقلت له ازيك يا أستاذ ولي، يا رب يتقبل صيامك وقيامك وربنا يحفظك من كل سوء. أنا شفت الفيديوهات اللي بعثتها لي، وبالمناسبة دي جاني فضول رهيب بعد ما شفتهم إني أدخل أتعرف عليك أكثر وعلى أسلوبك، وعلمك عشان أتأكد من كفاءتك، زي ما قلت مقارنة بين الشيخ كريم شنيبة
أول ما حضرتك تكون فاضي نتواصل إن شاء الله. حاليا عندي عيادة، أكمل متأخرة شوي. مع أصدق تحياتي وكل المحبة لإخواننا وأخواتنا في مصر. يا ربي أزوركم وأملي عيني بشوف جمال مصر وأهلها. قال لي صباح الفل، حضرتك تنوري مصر. شفتوها هنا؟ وضعت له قلب هنا. كيف حالك؟ صلى الله عليه وسلم وحفظك الله، ربي يحفظك. قلت له والله بألف خير الحمد لله. يعني رديت اليوم الموالي إنه حقيقة أنا ما بفتح يعني عندي أشخاص أمس تواصلت معهم من شهر أول أو من بداية شهر 7 ما دخلت وما رديت على رسائل على الخاص. يعني مو رسائل صفحة. كل التحية لكل فريق عملي، الله يحفظهم جميعا، وعلى رأسهم الأخت فتيحة من الجزائر، سنية ومحبة لآل البيت، الله يحفظها يجزيها كل خير. قلت له والله بألف خير الحمد لله. تدري طول عمري أتمنى أزور مصر وأشعر في قلبي قرب عجيب لأهل مصر. صحيح، يعني حقيقة أنا حتى شيخي من مصر. قال لي عيشك، أهل مصر طيبين. خذي بالك كتاب الصحيفة السجادية. أنا وقتها نزلت الصحيفة السجادية وعلى الصفحة هناك وحقيقة أنا من يومها أقرأ الصحيفة السجادية. طيب انتظروا سأريكم الصحيفة السجادية التي عندي، لأنه جدا جدا هم سيقولون تروج للشيعة. وصلت أضحك أنا من هذه الكلمات. انتظروا أريكم صحيفة السجادية. على فكرة الصحيفة السجادية كنت أقرأها على الإنترنت ومن التطبيق الذي أرسلوا لي إياه الأخوة والأخوات، واشتريت هذا الكتاب هاي المرة لما ذهبت في 40. وأنا جدا سعيدة لأنه لما أنظر إلى هذه الصحيفة، وحتى أنه تكلمت مع أصدقائي الشيعة هناك وقلت لهم عجيب يعني، وأقولها وأقول تقول ما تقول ريم يعني. قلت حقيقة نتنازع في ماذا؟ في العقيدة، صح؟ ونتضارب على العقيدة، ونتشاجر ونتقاتل على العقيدة. أول ما أفتح الصحيفة السجادية، على فكرة أجمل شيء في أدعية آل البيت أنه كله تمجيد وتحميد، لا يطلبون لأنفسهم شيء. طيب أول شيء دعاء للتحميد لله سبحانه وتعالى. أول دعاء يقول الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين. تنظرون، تبصرون، تحاولون أن ترونه وأن تعرفوه، قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. تنعته، توصفه، تحاول أن تقرب، أن تعرفوا، أن تفهموا. قاصرون وتعجزون عن معرفة. فعلى ماذا نتشاجر؟ على غيبيات عند الله سبحانه وتعالى، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، وشيء غير طبيعي. هذه هي صحيفة، ولا أستحي أن أقول أنني أقرأ الصحيفة السجادية، فأنا أقرأ كتب يعني لكتاب أجانب، وأقرأ باللغة الفرنسية والإنجليزية والعربية فلماذا لا أقرأ هذا؟ حرام. ماذا هذا؟ يدخلني في الشرك والكفر. فيعني عجيب. فماذا قال لي هو وقتها؟ قال لي الصحيفة السجادية، خذي بالك كتاب الصحيفة السجادية منسوب لزين العابدين رضي الله عنه، وفيه أمور شركية، ما وجدت فيه أي شيء شركي. وأتحدى كل من يقول هذا الكلام أن يبين ما هو الشيء الشركي فيه. بالعكس، كنت لما أقرأه فيه أقول لكم، أضيفكم شيء مما لا تعرفوه عني. عندي إجازة في طريق من طرق التصوف، ووجدت في الصحيفة السجادية جمال الصفاء الداخلي الذي تعلمته من شيخي. فحقيقة يعني شيء جدا 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 صافي. يعني الشركيات ماذا هو بالعكس يردنا عن الشركيات، سبحان الله.
فرديت له عن خذي بالك عن الصحيفة، قلت له سأقرأه وأحاول أفهم إن شاء الله. كيفك أنت أخي؟ قال الحمد لله. ماذا وجدت بعدما بحثت عني؟ طيب أنا لم أستطع أن أرد وقتها ورديت في المساء متأخر، قلت له عسلامة وصحة شريبتك بعد الإفطار. الحقيقة أحترمك وأقدرك، واعلم أنني إذا احترمت إنسان لا يهمني هو ماذا يقول أو ماذا كذا أو ما رأي الشخص الفلاني فيه، لأنني تربيت على هذا. أنا لا أحترم شخص، أحيانا أحترم شخص ليس أهلا لكي يحترم، ولكن لأنني أحترم نفسي وأحترم أمي وأبي اللذان رباني، لهذا أحترم الآخرين، لأن تربيتي هكذا، لأنني أحترم جدي سيدنا الحسين، ولأنني أحترم جدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأحترم سيدنا علي الذي هو جدي، وأحترم سيدتي الزهراء التي هي جدتي، لأنني تأدبت على الأخلاق. لما أرى جدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان، أنا لا أستطيع إلا أن أحترم الآخر حتى وإن لم يكن محترم، حتى وإن لم يكن هو ليس مؤدب. لهذا أنا أحترم هذا الشخص، ليس لأنه هو أهل للاحترام، ولكن لأن أدبي أنا هو الذي يفرض علي أن أحترم الآخر. قلت له الحقيقة أحترمك وأقدرك، ولكل وجهة ورؤية. المناظرات شيء قيم لتبيان الحقائق، ولكن الأسلوب هو الذي يفرق. عساك تتقبل مني ما سأقول. أنا قلت لك أني أحب حزمك وأعشق فيك شيئا لم أره في غيرك، لكن سأحتفظ به لنفسي. وهذا شيء آخر، يعني موضوع آخر. لكني أذاني جدا أن تكون بهذه الثقافة التي تبينها وهذا الحرص، ولكن وأسلوبك بهذه الشدة، أو لعلي أقول بهذه، ووضعت 3 نقاط احتراما لشخصه لا أقول كلاما آخر، ولعني أقول بهذه ووضعت 3 نقاط، يعني افهم أنت ما تريد. تألمت تعرف لعديد الأقوال والأسلوب فيها، كقولك إيه يلا أعطيني من كلام معصوميك سأدخل دينكم وأتمتع بنسائكم، وكتبتها له حرفيا هكذا بهذه الطريقة. قلت له تعرف أخي وليد، جميل عملك، يعني ما تقدمه أنت، ولكن جماله هذا يذهبه أسلوبك الخشن، ولا أرى في هذا من مدرسة الحبيب شيء. أنت تدافع عنه وهو من قال عنه رب العزة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كم تمنيت أن أقول لك أهلا بك وأهلا ببرنامج معك، وكله مدفوع من عندي لما رأيت فيك من كل هذا الذي تقدمه، لكن أظنني أمضي الحلقة الأولى في البكاء. أنا أدعو للحب وللرحمة، حتى اسم الله الجبار أسميه جابر الخواطر. تدري يا وليد من دون أبقى، قلبي لعله غير القلوب، والله ما أقدر أتحمل هيك أسلوب. أنت لك من البشاشة في بسمتك ما لعله يبين أشياء. الكثير لا يعرفون الحقيقة، الكثير تائهون، الكثير لا يدركون الحق من الباطل. أولادنا يتعلمون، ولو علمناهم بالصراخ لهدمنا كيانهم. من يملك الحجة لا يحتاج لأن يصرخ ويستهزئ. اعلم أن هذا يجعل المشاهدات كثير، أعلم أنا أن هذا يجعل المشاهدات كثيرة ويشد من يود الفرقة، وليس أسلوبي أخي الغالي. لا أقدر على هذا الحقيقة. تمنيت أن ألقاك وأن أجلس إليك، لكن هيك لا أستطيع. أنا تعلمت من حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسانية مقام عال، وأن المعاملة والأخلاق الطيبة أساس في الدين، وأن الله نفخ فينا من روحه، وكفى بتلك لأحترم أي إنسان. ليس لي في قلبي لك إلا المحبة، لكن الأسلوب أنا بكيت منه في الفيديوهات، فكيف أقدم معك برنامج؟ أتمنى يوما ما أن يكون ذلك، ولكن بطريقة أخرى، مع كل محبة أخي وليد. قال لي أنا أحترم رأيك، ولكن حاولي تسمعي الحلقات مباشر واحكمي علي من خلالها. أتعرض لشتائم كثيرة فوق ما تتصوري، وكم جهل مع عناد فوق ما تتصوري. حاولي فقط تسمعي الحلقات المباشر. أنا لا أحكم عليك يا أخي، يا أخا قلبي. ولا تنسي أن أحمد سلمان قال عني قذر
مع هذه هي الكلمة التي كنت لم أريد أن أقولها، مع أني لم أتعرض له، قلت له حقك علي أنا من كل ما قال فيك ذرة كلمة، وأعلم بشعورك وأشعر بك وأشعر بقلبك، وأمد من قلبي لك بالمحبة. الوحدة أساس لنخرج مما يفعله بنا الغرب. وكتبت كلمة لن أذكرها وإلا يقطع عندنا اللايف. أنا أرى فيك خير كبير في أعماقك. كن برسول الله على منهج رسول الله، بحب رسول الله وخلق رسول الله وحلم رسول الله وبسمة رسول الله. قال لي صلى الله عليه وسلم وأبشري. هنا صلى الله عليه وسلم وأبشري. قلت له أراها في طيات صورتك هذه مع الابتسامة، لأنه حاط صورة على الابتسامة هنا. فيك منها يا وليد، لك مني كل المحبة، حفظك الله سبحانه وتعالى. قال لي تسلمي يا رب بإذن الله خير، وحفظك الله، وتسلمي على هذا الشعور. قلت له ويسلم قلبك وتسلم روحك. قال لي الله يسلمك يا رب. 5 أفريل. هذا هو الكلام بيني وبين وليد إسماعيل من البداية، فيما يخص أن أقوم معه ببرنامج أو لا أقوم معه ببرنامج. حاول فيما بعد أن يتواصل معي على الواتساب، وقال لي لما لم يستطع أن يصل إلى الشيخ أحمد سلمان، حاول أن يتواصل معي، اتصل بي. هو لما يتصل، أنا مرة كنت في إيران، مرة كنت في العراق، حتى أني كتبت له، قلت له يعني هناك قلت له أنه هناك يعني أوقاتي غير أوقاتك، لما تكون أنت موجود أنا ماني موجود. قال لي طيب نقوم ببرنامج في مصر في استوديو الخاص بي الذي عندي وكذا وكذا. قلت له أنا ما عندي إشكال حاليا، ولكن يجب أن ننظر ما هو الموضوع. ما قال لي الأسئلة التي تريدينها يمكن أن تسأليها وكذا. قلت له ما عندي بالنسبة للفكرة، إذا تغير أسلوبك ما عندي إشكال، لكن حاليا أنا مشغولة ما أستطيع. تمام. فبعد أن ذهبت إلى العراق، أنا في العراق ذهبت في مؤتمر مدعوة من مركز آل البيت للدراسات، البحوث والدراسات، يعني دكاترة. أنتم رأيتم حاورت ولو أنه كنت مريضة، أنا الحوار كان ناقص قليلا يعني في تقديمي. دكاترة مسيحيين ليسوا حتى شيعة وسنة، مسيحيين، يعني كان في بباص مسيحي، وكان في دكتور مسيحي لبناني مدرس للفلسفة في جامعة السوربون. فكان في إطار علمي بحث وجودي. في إيران أيضا كان في إطار علمي، كانت المرة الثانية التي زرت فيها إيران، وكان في إطار علمي بحث، يعني كان في إطار عملي في العيادة، يعني في الاستشارات الأسرية وبناء الأسرة والطفل، مهرجان حواء الدولي. أنا ما أستحي أن أقول أن ذهبت إلى العراق، وإلى أنا من قبل برنامج إلى اللايفات القديمة ستجدون أنه أنا قلت أنني ذهبت إلى العراق، وأحيي متابعي من العراق على صفحتي. أعتذر هنا واحد. فأنا واضحة من البداية، ليس فقط الآن، فما في داعي أصلا إنه يعني شو هو عيب أن نذهب إلى إيران أو نذهب إلى العراق. نحن ما شاء الله عندنا سفارة في إيران، سفارة إيرانية في تونس، وعندنا مركز ثقافي، وأنا أعرف شخصيا المدير المركز الثقافي، ويعني يقومون بنشاطات ثقافية في خط النسخ تعليق في ما هو العيب. الدولة التي يكون فيها سفارة لبلد معين ويكون فيها مركز ثقافي لبلد معين، فهناك يعني تواصل بين البلدين، في سياحي، في كل شيء. فين الإشكال يعني؟ أين هو المشكل يعني؟ أو بيننا وبين العراق، أو بيننا وبين مصر. يعني أنا أذهب لأي بلد، إذا أنا أذهب إلى، لا أعرف، مثلا سارة أذهب إلى إسبانيا يقولون كافرة، ذهب إلى بلدان الكفار. على كل الأخ ذو الفقار المغربي ما قصر في الرد عليه في التفاصيل. هذه التفاصيل أنا لا أرد عليها، ما يحتاج أصلا يعني مضيع على الوقت أصلا أن أرد عليها. لكن دعوني الحوار الأخير الذي دار بيني وبينه. قال لي حبيت أقول لك إنك إنسانة منافقة، وهذا يوم 9 سبتمبر.
بعد اللايف الذي دار كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، لما كنت أتكلم وأشهشت بالبكاء، أحاول أن أمسك دموعي أحيانا لا أستطيع. فقال لي حبيت أقول لك إنك إنسانة منافقة ووصولية ومتشيعة من قبل البرنامج. قلت له بارك الله فيك وهذا غير صحيح، ويسعدني أنك تقول هذا لأني فهمت لماذا لم ييسر الله أن ألتقي بك وأبقى أحترمك لأنك إنسان. قلت له وأنا مسلمة سنية معتدلة محبة لآل البيت، لا أكفر ولا أفسق ولا ألعن ولا أغالي ولا أتهم أحدا بالنفاق، ولن أقول لك ماذا أنت حقيقة، لأنه أنا قلت لكم جلست مع ناس من مصر من الأزهر دكاترة معروفين جدا وعرفوني بحقيقة هذا الأخ، ولكن أنا لا أسمح لنفسي أن أتكلم في هذا الشأن. قلت له برغم أني أعرف وأقدر أن أتكلم يعني وأقدر لأني أحترمك ولست ممن يحكم على أحد، فنحن نأتي فرادى أمام ربنا. التطرف ليس منهجي وحب آل البيت صفائي، لعله يصعب عليك أن تفهمني لكن تأكد أني أفهمك، ورغم كل ما تقول لن أرد عليك لأني هكذا رباني نبيي وآل بيته وصحابته الكرام المنتجبين. فقال لي المنتجبين ها 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 ها، واحدة أخرى ها 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 ها. يخرب بيت التأية. على العموم على راحتك، حلوة المنتجبين ها 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 ها. ضحكت من قلبي. وعلى فكرة أنا أعلم أنك شيعية قبل حتى أن تستضيفي سلمان، ولكن قلت لعل وعسى أبدد الهواجس، ومن أقرب ناس دعيتيهم بفضل الله أكثر واحد فهمك، ولا ينطلع علي هذه الحيل حتى العربية ما أنا مش عارفة، حتى مصري مش مصري دي. على العموم الأمور سهلة. هذه آخر جملة، على العموم الأمور سهلة. وبعدها نزل علي الكلام الذي يقول بي وعلي. نضحكني الشيء. أنا أوجه مرة أخرى أقول كلامي لإخوتي السنة الذين تتابعون هذا الشخص، يعني أنتم هل تتابعون بصفاء هكذا وتبحثون وراء الموضوع، أو هو فقط يعني عدد وانتهى؟ يعني كيف؟ اشرحوا لي. يعني لما يأتي يقول لكم هي زلقت، هي الأخت ريم أخطأت في مكالمة وأخطأت بالكلام وقالت كذا وكذا وكذا، يعني أنتم تسمعون، ويقول فيما بعد يعني اسمعوا الأخ ذوالفقار ماذا يقول، يعني ويقول لكم احنا أخذنا وفي أخ هو نزل الاتصال الهاتفي، اللي هو ما فيش اتصال هاتفي أصلا. ما هذه فيديو أنا قمت به مع أحد الانستغرامر البحرينيين، التقينا مع بعض وسوينا فيديو وحكينا في أشياء كثيرة، وأنا اللي منزل الفيديو، أنا اللي نزلت الفيديو، مو جاي من السماء، أنا اللي نزلت الفيديو. أنت اتصلت بي مرة واحدة هاتفيا، كنت في السيارة وكانت جنبي ماما، وأنت كلمت مع ماما يا وليد، مع ماما. أجيب لكم ماما تحكي لكم لما أتكلم معها والاحترام والأدب اللي فيه، وحكى مع ماما وضحك معها في التليفون ويعني حتى ماما قالت له بنتي سنية في الدم، احنا كلنا سنة، فما بك يعني ما. أنا هنا لأبين، أقول لكم حقيقة أنت لماذا تكذب؟ لماذا تكذب؟ كن صادق. فلما قال لي هذا الكلام كتبت له، قلت له جميل أنني رسمت على شفتيك ضحكة، لكن سؤال يجعلني أنا نفسي أبتسم. عندك مشكلة معي أنا شخصيا؟ فقال لي وعلى فكرة أنا أعلم أنك شيء. قلت له هذا ليس صحيح، ولكن تريد أن تنسبه لي. أنا لا أتحدث معك ولا تتحدث عنك، أو لم يبقى لك إلا أن تفتري علي لأني امرأة، لأنك لم تصل لأحمد سلمان ستمسحها في أنا. اهتم فقط بما تفعل واتركني وشأني أخ وليد. عرفتك في خير، لا أريد أن يكون بيني وبينك إلا خير، وعملت عليه بلوك. فهذا الكلام الذي قاله أنا مستعدة أنزل كل سكرين شوت، ما عندي أي إشكال، ما عندي شيء أخاف منه، لأنه في ظاهري كباطني. فأرجع لكم إلى الجملة التي قالها، سأقرأها. فيقول فهي قالت
فقلت لها أنا أريد أن أقول لك شيء. قلت له أنا يعني هذا كلامه هو الصادق الذي لا أدري ماذا أقول. والله العظيم لا أدري ماذا أقول. فقلت هو قال لي أنا والله الذي رفع السماء، هذا كلامه لي أنا، هذا أنا قرأت لكم بالتفصيل وقلت لكم مستعدة أنزل سكرين شوت وأتحداه أن ينزل هذا الكلام الذي قاله سكرين شوت من تليفوني في تواصله معي. هذا هو التواصل بيني وبينه. آخر كلام قلت له عرفتك في خير، لا أريد أن يكون بيني وبينك إلا خير. هذا هو، وأنا عملت عليه بلوك. رأيتم هنا. فهو يقول أنه قال لي والله الذي رفع السماء بغير عمد، كل ما بسمع صوتك بحس أني أنا عايز أستفرغ، فبلاش تطلعي ببرنامج تاني لأن طريقتك في الإلقاء أساسا يعني كرهتينا في اللغة العربية، فلو سمحتي ما تطلعيش. قامت عاملة بلوك. هذا الشخص إنسان كاذب، والذي يريد أن يأخذ من إنسان كاذب فهو حر فقط. فيما يخص التفاصيل في الحديث وكذا وكذا، إذا أراد الأخ ذو الفقار أن نتواصل معه على الخاص، إذا أراد سكرين شوت المحادثات بيني وبينه وهكذا، ما عندي أي إشكال أن أقدمها له احتراما لأنه رد ودافع علي. وأنا ما كنت أعرف أصلا، تعرفون قلت لكم كنت نائمة، لا أدخل حقيقة، لا أدخل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتذر لأحبابي لأنه رسائل كثيرة جدا أحيانا أدخل كنت أرد يعني في الويكاند السبت والأحد أرد قليلا وهكذا، ولكن مؤخرا إجاني ضيوف أعزاء من السعودية، إذا إجوني أيضا ضيوف أعزاء من ليبيا، فما استطعت أنه أكون حتى في الويكاند أدخل قليلا وأرد على أحبابي. حقيقة أريدكم أن توصلوا هذا اللايف إلى مليار، فعلوا ما شئتم بهذا اللايف، أريده أن يصل إلى ناس كثر، لأنه إلى أين نذهب؟ وأعيد أنا ندائي حقيقة اليوم، أجلس مع حتى أصدقائي السنة، فلما يروني فيديوهات يقولوا لي ريم، طيب ريم أنت دارسة، أنت قرأتي صحيح البخاري وكذا، هل هذا الكلام الذي يقال عن صحيح البخاري صحيح أو ليس صحيح؟ يعني أقول لهم أنا لست عالمة وليس عندي علم في هذا الموضوع. أنا كل الذي أتكلم فيه يعني المحبة والأخوة، لأني أرى أنه هناك عدو أقوى داخل على عقول أولادنا وعلى عقول شبابنا وعلى أمتنا وعلى إنسانيتنا، يهدم القيم الإنسانية تماما. يعني أنتم ما بتعرفوا شو اللي صاير اليوم في موضوع الجندر، ما تعرفوا شو صاير اليوم في مواضيع كثيرة جدا. أنا من 2005 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 إلى أن رجعت لتونس، وأنا في جمعيات يعني ضد هذه المشاريع التي تقام. أنا أرى أنه هناك عدو ما هو أهم. تعرفون التوازن يولد الاستقرار، والاستقرار يولد الحضارة والرقي أو التقدم. فأن نكون متوازنين، أنا على هذا أنادي، أن نكون متوازنين وأن نفهم أن كل هذا الخلل لكي نكون دائما في تشاجر دائم وفي تقطع وفي تمزق داخلي، فلن نستطيع أن نستقر. فإذا لم نستقر لن تقوم لنا حضارة. فأنا أنظر إلى أعلى من هذه الأمور. اليوم لما قلت لكم أخوتي أن أحبابي وأصدقائي السنة يقولون لي ريم طيب كيف؟ طيب ردي على، أنا أقول لا أرد، أنا لست عالمة، بأي حق سأتكلم؟ اليوم أنا ندائي إلى كل هذه الأشياء أن يقف مشايخنا السنة الحقيقيين ويتكلموا في هذه المواضيع ويبينوا لأولادنا هذه الأشياء التي اليوم تمر وتروج ما هي وكيف ولما. وحقيقة يعني ليس من باب أن يكون مناظرات أنت على حق وأنا ليس على حق، من باب أن نعرف هذا الموروث الذي بين يدينا ما هي حقيقته، كيف هو، كيف أصله. لازم أن نرجع، يجب أن نفهم. شبابنا ضائع بأتم معنى الكلمة. يعني الحمد لله أنه ننظر أعلى، وبصراحة يعني محتاجين اليوم أن ننظر أعلى، أن ننظر أنه عندنا عدو ما أخطر، عندنا عدو فكري، عندنا لو تعرفون اليوم، أنا شرحت وقلت في لايف تيك توك سابق أنه اليوم أولادنا تمحى هويتهم الجنسية. يعني يأتوني بنات في سن الزهور 13 14 15 سنة، أمها تبكي بالصوت تقول لي بنتي تحب صديقتها. اليوم في يعني أشياء
أعمق من هذا، شبابنا داخل في أشياء مروعة في اليوم. إما أن ننظر أنه هناك عدو أعلى، أن نتغاضى عن أشياء تاريخية أصبحت عقائدية عند أشخاص، وأصبحت حرب عند أشخاص آخرين، ونخمد هذا ونقف إلى أجالنا المقبلة، وإلا سنكمل هكذا. وتأكدوا أنه لن تقوم لنا قائمة أصلا. لا تروا أنفسكم في سنة 30 40 50 سنة أنه أنتوا أخذتوا مخزون سابق. اليوم ما عاد شي مخزون. اليوم شبابنا ما عاد شي مخزون. مخزونهم الوحيد تيك توك، مخزونهم الوحيد الانستغرام، مخزونهم الوحيد لا عدنا نقرأ كتب، ولا عدنا نمحص، ولا عدنا نتعلم، ولا عدنا. مخزونهم الوحيد فيديوهات قصيرة مقطوعة من هنا ومن هنا، ليس هدفها إلا أن تزيد الطائفية بيننا، وأن تزيد الأذى بيننا، وأن تزيد المشاكل بيننا. فأفيقوا، حقيقة أفيقوا. يعني أنا أحاول. تأكدوا واعلموا، اشتموني من الصباح إلى المساء ما عندي إشكال، قولوا شيعية ما عندي إشكال، قولوا عميلة ما عندي إشكال، قولوا يعطون فيها في المال ما عندي إشكال. هذا الموضوع لا أتكلم عنه لأنه جدا مضحك، يعني لو حدا يعيش معي سيعرف الحقيقة. قولوا بيوعة بالتونسي ما عندي إشكال، قولوا ما شئتم، ولكن حكموا عقولكم يا الله، حكموا عقولكم. أنا كلامي اليوم كما بدأت من بداية اللايف أقول: أخ وليد، مع كل احترامي لك ولمتابعيك، أنت كذاب، وليس فيما تقدمه هذا أنت حر فيه، أنت حر فيما تقدمه، لكن أنت كاذب في حق حديثك معي. فأنا خرجت اليوم لكي أبين لمتابعيك أنه أنت إنسان كاذب، كذبت علي وكذبت على التواصل بيني وبينك، وقرأت التواصل. كل شخص يمكن أن يعيد اللايف من البداية إلى النهاية، ورجائي وأحلف بالله سبحانه وتعالى كل من يقطع من فيديوهاته ومن لايفي هذا أن يقطع الكلام كامل. فلا يقطع لي الأستاذ أريم تقول أن وليد إسماعيل كذاب ويستعملها ويقول هي تقول كذاب عما يقدمه فيما يخص نقاشه مع الشيعة. لا، أنا قلت كذاب فقط في إطار ما يقدم، ما تكلم فيه عن فيديوهاته عني شخصيا. ما يقدمه ما عندي دخل فيه. وإذا أردتم أن أواصل في تقديم ما أقدمه في المحبة والتواصل بيننا، وأن أقدم الحقيقة كما أنا أراها، فلا تقوموا بهذه الأشياء وتقطعوا من الناحية الثانية، فيصبح أنا كل هذا ضد، سأغلق كل شيء وأذهب. أنا ما يمكن أن أذهب، وما عندي أي إشكال أن أذهب، ولكن أنا حقيقة أشعر بهذه الرسالة أنها أمانة بالنسبة لي، أمانة أن أقدم، أن أقرب، أن أعرف الناس بحقيقة أهل البيت، أن يرجع كل شيء إلى نصابه. أعلم أنه يقولون لي: أنت ماذا تفعلين يا ريم، أنت مجنونة. يقولون الذي تقدمونه شيء يعني من المستحيل، مشايخ كبار ما فعلوا من هذا الموضوع شيء. أقول لهم: أنا أزرع بذرة حب ولو في الصحراء، يأتي يوم وتمطر فقط، وأمر ما عاد يهمني أي شيء. منافقة، قولوا ما شئتم، قولوا ما شئتم. يكفيني أن لما أضع رأسي في المساء لأنام وأدعو لله سبحانه وتعالى، هو يعلم بسريرتي، يعلم بما هو في قلبي، يعلم بما أنا بيني وبينه ما هو، ما عداه فلا يهمني. طيب، أطلت عليكم، أعتذر لو كان الموضوع طويل، ورجاء الحقيقة رجاء يا كل الإخوة والأخوات الذين يستقطعون مقاطع من فيديوهاتي أن لا تقطعوا المقاطع فقط لتزيدوا من مشاهداتكم. يعني لا، اقطعوا المقاطع لتكون الرسالة حقيقية وواضحة، فكله لله سبحانه وتعالى. أقول سبحان الله الذي لا يستشعر رقابة الله على قلبه لن يستشعرها ولو تخبأ في جحر فأر. فخلوا الكلام كما هو، خذوه كما هو، قلوه كما هو. أنا اليوم لايفي لكي أقول لمتابعين الأخ وليد إسماعيل أنه كاذب وكذب علي، وبينت بالتفصيل من محادثاتي معه أنه كاذب. نقطة، ونرجع إلى السطر. وكل التحية لأخي ذو الفقار المغربي ومشكور. والله يا أخي أنا كنت نائمة مني هون، يعني لم أكن هنا أصلا. فاليوم وصلتني فقط الفيديوهات الخاصة بك، حتى أنه فيديوهات وليد إسماعيل ما شفتها. جزاك الله كل خير عني، والله يحفظك والله يرعاك، ومشكور
على ما قدمته في ذلك الفيديو، وتواصل معي رجاء على الخاص، يعني حتى ارسل رساله على الواتساب وانا ارسل، او على الصفحه وانا ارسل لك على الواتساب ان شاء الله. يومكم سعيد. طيب، رجاء اريد هذا اللايف ان يصل الى عدد كبير جدا 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 جدا. لم اقم به على التيك توك، اريده على صفحتي لكي يبقى عندكم كامل كما هو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويومكم طيب سعيد، وإن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله. واعذروني لولا أطلع لايفات حقيقة لأني جدا جدا مشغولة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.